الشيخ ياسين العمري وضع نفسه في موقع لا يحسد عليه. غنفتحوا معاه واحد النقاش اليوم من أجل الوطن ومن أجل الدين الإسلامي الحنيف ومن أجل يعني مصلحة ديال المغاربة. الشيخ ياسين العمري قال شي كلام ماشي معقول ويستحق الرد. علاش؟ حنا في واحد اللحظة المغاربة مساكن مكتوون بغلاء الأسعار، المغاربة اليوم كياخذوا واحد المعركة وجود ضد واحد الحفنة ما في قلبها رحمة ولا شفقة، كتفكر تجمع غير الفلوس، والمغاربة مساكن كيعانيوا. كلكم اخوتي المغاربة شفتوا المغاربة نساء ورجال خرجوا للشوارع وشفنا تصريحات مستفزة لمشاعرنا الوطنية. لأول مرة المغاربة كيهضروا على الجوع وعلى المجاعة، المغاربة كيهضروا لو يشريوا بصلة أو حبة ديال المطيشة. فالوقت اللي كيقتضي هذا الأمر من الدعاة ومن النخب الدينية والليبرالية واليسارية توقف مع الشعب، خرج أحد الدعاة يعني بتصريحات يعني محبطة للعزائم، يعني تزرع اليأس والإحباط وتكرس ثقافة الخنوع ضدا على الإسلام. الأستاذ ياسين العمري يخرج يدافع على راسه ويقول أنا خايف على راسي أو على الخبز أو كذا، محترم من حقه، الله يحسن العون. الإنسان عنده وليداته ولا عنده مصالحه نحترموه قسما ورب العزة. يعجبني واحد الإنسان يقول لك أنا ما قادرش نمشي بهذا الطريق، هل علاش وعلاش، وبإطار الصراحة. أكيد ما يلقى إلا الاحترام، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الخطير في الأمر هو أنه مشى دار واحد التأصيل شرعي قاصد الدين الإسلامي، بغى يعطي واحد المفهوم إسلامي واحد التأصيل شرعي، واستحضر عمر بن الخطاب وهلم جرى ضدا على الإسلام وعلى روح الإسلام وعلى تعاليم الإسلام. انطلاقا من هذا المنطق سنناقش اليوم الأستاذ العمري. أولا بغيت الأستاذ العمري يتسع صدره، ليس هدفنا التنقيص منه ولا الإساءة له، هذا سجال فكري. الإسلام دين الإسلامي كحطنا على النقاش وجادلهم بالتي هي أحسن، حيت حنا عندنا واحد الثقافة كرسوها بعض الخوت العنف، هيك كتهضر كيولي الهجوم غريب. بنادم متدين ومسلم ولكن ملي في العنف ما كينتبهش، عنده عادي مطبع مع انه يكون عنيف في التدافع. لا، خاصنا نربيو الناس يتدافعوا بهدوء بدون عنف بدون تجريح بدون لان الاسلام كيقولنا وجادلهم بالتي هي احسن، وجادلهم بشويه، يعني الجدال خصو يكون بشويه. فبغيت السياسي العمري ما يتقلقش، والهدف ديالنا هو الاصلاح لا اسعى. نتمنى انا نقول واحد الراي وللجمهور الحكم. سمعوا اش قال على غلاء ديال الاسعار وهذه المعركه اللي واخد الشعب، طلب منه على انه يعطي رايه فكان هذا رده. هضرنا على غلاء الاسعار، هضر لينا على الظلم الاجتماعي، هضر لينا على هذه. كتقول واخا الا دخلنا ليه الحساب ديالو غيكون داير سميتو داير كتوضوا الحساب ديالو. اولا لاحظوا الناس كيطلبوا منه غلاء الاسعار وعلى الظلم، ما قالوش شي واحد هضر لينا على الجهاد ضد المسلمين، ما قالش شي واحد هضر لينا مثلا عن الانفجار، ما قالش شي واحد مثلا قالوا الارهاب، لا، طلبوا منه الناس هضرنا على الاسعار وعلى الظلم. وهذه الاسعار وهذا الظلم كلشي كيهضر عليه. القضاة ديال المملكه المغربيه كيهضروا على الظلم، الوزراء كيهضروا على الظلم، اخنوش كيهضر على الظلم، الملك تيهضر على الظلم، الصحفيين كيهضروا على الظلم. اذا ما طلبوش منه شي حاجه اللي هي خطيره، غير طلبوا منه يهضر على الظلم وعلى غلاء الاسعار. حسب روايته مشى كيقلب للناس، مثلا شكون هذا اللي قال لي هضر على الظلم، مشى كيقلب للناس في الصفحات ديالهم. لاحظوا كيقول لك بروفيل فيغوي، انت مخبي تحت الناموسيه في داركم ومخبي في مواقع التواصل الاجتماعي، ما حاطش الريحه ديال سميتك، اش جالس تدير؟ ما فيها عيب. واحد الانسان داير سميتو مفروي مثلا الصفحه ديالو ماشي مشكل، كيطلب منك تهضر على الظلم لانه قصدك، لان انت راجل مزيان، لان انت كيشوفك داعيه، كيشوف صوتك مسموع، كيشوف عندك تاثير. هذا ما طلبش منك. لو قال لك مثلا قول الصحراء ماشي مغربيه، هذا يريد بك سؤال. لو قال لك هضرنا مثلا على الانفجار والارهاب هذا يريد بك سؤال، سيقل على صفحته. هذا طلب منك حاجه عاديه، فيه تجريفه، هضر على الظلم، هضر على الاسعار. شكون غيتقلق منك في المغرب؟ شكون غيتقلق منك في المغرب؟ مساله عاديه وعاديه جدا. جالس كتسخن فيا انا باش نوض انا نبدا نغوت؟ لا ماشي كيسخن فيك، حيت واجبك تهضر على الحق، واجبك وظيفتك، انت داعيه. الناس عندهم استعداد لكي يستمعوا لمن يدغدغ عواطفهم. بنادم جاي وكيتسنى في واحد غادي يجي يقول لي واحد جوج كلمات ويخرج منها يقول لك والله حتى كاين هذاك الاستاذ وترى عطاهم. ايوا نهار ذاك الاستاذ كيتوقف ما كيبقى يقدر لا دروس لا محاضرات لا درس في الجامع لا وعظ لا ارشاد، يمنع من المنصات.
واخا يتوقف في سبيل الله عز وجل، في سبيل إعلاء كلمة الحق، في سبيل نصرة الإسلام. الناس في تاريخ الإسلام مسلمون ضحوا بمواقعهم، ضحوا بكراسيهم، ضحوا بولادهم. الناس هجروا زوجاتهم وأبنائهم من أجل نصرة الإسلام، وسافروا عبر الأقدام كيلومتر باش تنشر الإسلام. بلال المؤذن ديال الرسول عليه الصلاة والسلام بقى كيتعذب على التشبع من أجل الإسلام، صبر بصحته ماشي لا كرسي وأستاذ ومناصب. الإمام أحمد بن حنبل اعتقل، ابن تيمية اعتقل وتكرفص. وكيفاش تعرف طيب باش تنشر هذا الإسلام كون ما ضحاوش عليه الناس؟ دابا أنت غير كرسي كتقولها بالعلالي، ما نضحي بالكرسي وهو مشي للكرسي مشيو لك حتى 10. وانت كاع مشيتي للجامعه اللي ما كنتش تقول فيها الحق، اش ندير فيها؟ اش تقول؟ وكاين شي حق اكثر من انك تنتصر لكرامه المغاربه والقدره الشرائيه ديال المغاربه والمسلم؟ وكاين شي اسلام يقدر يكون زعما بلا ما الانسان يكون عنده قوت يومه؟ وكيفاش وكاين حديث نبوي اللي ما خرجتنيش الذاكره، كاد الفقر ان يكون كفرا، حديث نبوي شريف، كاد الفقر ان يكون كفرا، كاد الفقر ان يكون كفرا. والله عز وجل في آية آمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. لاحظوا إذا جوج حوايج، الأمن والجوع، الأمن والجوع. الله علاش استحضر فليعبدوا رب هذا البيت؟ علاش يعبدوه؟ الذي أطعمهم شيء، يعني الله جاوب لهم على شي حاجة غالية. شنو هو أغلى؟ علاش ربي استحضر هاد جوج حوايج، الأمن والجوع؟ دابا المغاربه عندهم الجوع والمجاعه، وانت الداعيه وانت ترى المنكر، ومن راى منكرا فليغيره. والاسلام كله مبني على العدل والقسط والميزان واقيموا الوزن. ولا انت الداعيه، انت اللي عندك وعي، انت اللي فاهم، انت اللي عارف ماذا يقول الاسلام في الاحتكار، ماذا يقول الاسلام في التزوير، ماذا يقول الاسلام في المساواه، ماذا يقول الامن في الغش في التجاره، ماذا. اذا هذه وظيفتك. الناس عندهم معركه ديال الاسعار والغلاء. واش الاسلام قاصر؟ واش الاسلام ما عندوش احاديث؟ وهنا غيبان دورك. والمسلم هو اللي كيتواجد في قلب معارك المسلمين اينما تواجدوا. يصادر مثلا كذا، قد تصادر حريته. اش كنلقى وتصادر حريتك. علاه دابا انت غتربط سلوكك النضالي والاحتجاجي بما سيكتبه فلان في صفحته، او لا سلوكك ستربطه برضا الله عز وجل؟ واش دابا هذا منطق؟ انت مسلم والسلوكك، السلوك ديالك في الارض الديني والدنيوي، واش غتربطوا بالرقابه الالهيه وسيدي ربي اش غيقول عليك؟ اولا غتربطوا بواحد خيله في صفحته واش غيقول عليك؟ وليتي مرتبط بالشخص واش غيقول عليك؟ ويقول اللي بغى. صادرت حريتك اجرك عند الله، تظلمتي اجرك عند الله، تطردتي من العمل ربي غيعوضك. كتثق في الله عز وجل. اذا ما كاينش ثقه في الله هنا، اذا كنتي كتامن بالحق وبالعدل وكتدافع على المغاربه وعلى المسلمين وعلى الاجر، ماشي شغلك يوقع اللي يوقع، ان الله قاد بك. ولكن هنا كيبان ما كاينش ثقه في الله، ما عارفش الله باش يرزقك، تخرج من الخدمه وتجي في خدمه اخرى. ولكن انت تعلي كلمه الله، انت تواجه الظلم، تواجه الطبقيه، تواجه الاحتكار، تواجه ان واحد عنده ما تدافع على كرامه المغاربه. لان المغربي ملي كيكون عنده ما ياكل وما يشرب كتصان كرامته. النادم اللي ما عندوش ما، علاش كاد الفقر ان يكون، علاش الله صلى الله عليه وسلم قال كاد الفقر ان يكون كفرا؟ كنلقاك كتبتي وهو راه كيحل فمو اكثر من القياس. وشحال من واحد كيكتب هذه وشحال من واحد كيدير الصفحه؟ دابا انت عندك واحد 200,000 خلق، نفترضوا مثلا متابعينك، واش 200,000 كلها كتكتب هذا الشيء؟ هاد الناس كلهم هذوك 5 10 15 20 كاع، والناس اخرين كاين مرات يقول لك واحد سمعت واحد خينا مؤخرا والزفزافي هضرته غالا سعد المجرد، واحد السيد قال بحسن نيه وعلى علاش الناس هضرت على الزفزافي تعيات؟ الناس كيديروا واحد المقاربات غريبه الاطوار، ماشي منطق. واش الناس منين تعتقد الزفزافي الصناعي يبقاو كل صباح زفزافي 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 زفزافي؟ راه داروا الناس وقفات على الزفزافي وصلوا صوتهم. ودابا الناس ماشي ناسيين الزفزافي ولا بوعشي، لا، هذا هو التاريخ. الناس عندهم فلا شعور ديالهم صافي. ولكن كيكون شي حدث يدير شي اضراب عن الطعام مثلا، ولا مثلا كيسمعوا الناس راه دار عمل كيرجع للواجهه، هذا منطقي. وعلاش هضرتوا على سعد المجرد وفين كيدير بلا شي مقارنات؟ راه ما كاينش واحد يبقى ديما كنهضروا عليك شويه عاوتاني وهي غادا الوقت، لان من كيعيا المغاربه راه ما كينساو حتى واحد. دابا كاينه في طريقه باش كيعكزوك هنا في المغرب، والله ما يعقل لك شي واحد، ملي مشيتي للحبس عقل لك شي واحد. عقلوا علينا الناس، وكيعقلوا الناس على المظلوم، وكيعقلوا الناس على الرجال. الناس كينساوها اللي يدور المستوى. دابا عبد المبارك نساه شي واحد، عبد الرحيم بوعبيد نساه شي واحد،
نساو الناس الاحرار، نسى شي واحد عبد الله ابراهيم والله ما تنساه، والله ما كيتنساو الناس اللي كانوا مواقفهم درجال وزوينين. عمر المختار نساه شي واحد، محمد الخامس نساه شي واحد، وهلم جرى من الرموز والناس اللي نجوا. الناس كينساو، شكون اللي ما يعقلش قليل يجبد لك رضا كديره، قليل واحد في المليار اللي غيجبد لك دريس البصري مثلا، وغاشي يجبدوا غير من باب شي واقعه. ولكن برا كتلقى الناس قال عبد الله ابراهيم، قال ابن بركه، قال عبد الله بن جنو، قال مؤمن الديوري، قال الناس اللي عندهم مكانات في التاريخ ما كيتنساوش. ولكن البعض كيبقى يروج لنا الفكره باش كيحبط الحزن. ملي مشيتي شكون قال تبعتك عمك ومرتك، والله لا عليك شي واحد